مسلسل كرتوني أعتقد أغلبكم شافوه. أغنية البداية وحدها تخليك تتذكر المغامرات والكنوز المخفية، بس وراء هذا الكرتون قصة حقيقية رهيبة وعن إبادة شعوب كاملة، وملك حقيقي دفع غرفة كاملة من الذهب كفدية وقتلوه بعدها، وأكو تفاصيل بالقصة الأصلية ما استطاعوا يوصلونها بنسخة المسلسل. أحلام الفتى الذهبي، هذا المسلسل اللي جعل الأطفال يحلمون بالذهب والمغامرات والسفن الطائرة، مبني بالحقيقة على وحدة من أعظم وأبشع فترات التاريخ البشرية، سقوط حضارات أمريكا اللاتينية كاملة بيد المستعمرين الأسبان. وهسه راح نكشف لكم شنو اللي صار بالحقيقة وراء هذا المسلسل. قصة المسلسل باختصار تبدأ مع طفل يتيم اسمه استيبان يعيش بإسبانيا بسنة 1532 بالضبط بفترة استكشاف العالم الجديد. عنده ميدالية ذهبية ورثها، وهاي الميدالية مرتبطة بسر مدن الذهب السبعة اللي كل إسباني بتلك الفترة يحلم يوصلها. استيبان يركب بسفينة متجهة لأمريكا الجنوبية ويتعرف على زيا، فتاة من حضارة ألانكا، وتاو ولد ذكي من حضارة المايا. الثلاثة عندهم ميداليات مرتبطة ببعضها وتفتح الطريق لمدن الذهب الأسطورية. بالرحلة أكو شخصية مهمة جدا اسمها مندوزا، ضابط إسباني طماع يمثل بالضبط عقلية المستعمرين اللي جابوا للعالم الجديد، وما كان يهمه غير الذهب ومستعد يضحي بأي شيء حتى يوصله. الرحلة تمر بحضارة المايا ثم ألانكا وصولا لمدينة الذهب الأخيرة اللي تكون مركبة قديمة غامضة تطير بقوة الشمس. من وين جاءت القصة والأصل الحقيقي؟ هذا المسلسل هو إنتاج مشترك ياباني فرنسي، صدر سنة 1982 من إنتاج NJK اليابانية وDIC الفرنسية، وبالرسم اشتغل عليه استوديو بييرو الياباني الشهير. والأهم المسلسل مبني على رواية حقيقية اسمها نصيب الملك للكاتب الأمريكي سكوت أودل، صدرت سنة 1966. هاي الرواية تتكلم بالضبط عن كيف نهب الأسبان ثروات العالم الجديد بالكامل، وكاتبها أصلا معروف بكتاباته عن قسوة الاستعمار على الشعوب الأصلية. بالرواية الأصلية القصة أعمق وأقسى بكثير من المسلسل، الشخصيات يدورون على مدينة الذهب طول الرحلة، وبالنهاية فقط يعثرون على بحيرة فيها شوية قطع ذهب صغيرة من طقس ديني، مو مدينة كاملة من الذهب مثل الخيال الشعبي. وإذا يريدون ياخذون هذا الذهب لازم يفرغون البحيرة المقدسة كلها ويهربون من السكان الغاضبين. وبالنهاية مندوزا نفس الشخصية اللي بالكرتون يموت بطريقة غبية ويعض كلب تابع لأحد رجاله، واستيبان يوصل للميناء ويتم اعتقاله وسجنه لأنه ما صرح بالذهب اللي معاه للملك. والقصة كلها يحكيها استيبان من داخل السجن وهو بانتظار محاكمته. يعني المسلسل اللي شفناه حول قصة قاسية عن جشع وخيانة وسجن إلى مغامرة مليانة أمل ومرح. شخصية مندوزا نفسها فيها فرق كبير. بالكرتون مندوزا يبقى شرير طول المسلسل تقريبا، طماع وخطير بشكل كرتوني، يخطط ويفشل ويخطط ويفشل وبطريقة شبه كوميدية أحيانا، وما تحس إنه تهديد حقيقي مميت. ولكن بالرواية مندوزا شخصية أعقد بكثير، هو جندي محترف وقاسي فعلا، مستعد يقتل أي شخص يقف بطريقة، وفعلا يقتل ناس كثير بالرواية. العلاقة بينه وبين استيبان مليانة توتر وخطر حقيقي، مو مجرد عدو لطيف مثل ما يبان بالمسلسل. وموته بنهاية الرواية يعض كلب فيموت من العدوى، فيها نوع من السخرية المرة. شخصية قاسية وخطيرة طول القصة تنتهي بموت تافه وغبي، مو بمعركة كبيرة أو نهاية بطولية. هذا الفرق يوضح كيف المسلسل لطف كل شخصية وكل علاقة حتى يصير المسلسل مناسب للأطفال أكثر. حضارة المايا والحقيقة وراء الكرتون. بالمسلسل نشوف حضارة المايا كخلفية جميلة للمغامرة، مدن وأهرامات ومعابد، بس بالواقع حضارة المايا كانت من أعقد الحضارات اللي عرفتها البشرية. المايا طوروا تقويم دقيق جدا، بعضها أدق من التقويم الأوروبي بتلك الفترة، وكان عندهم نظام كتابة كامل بالهيروغليفية ونظام رياضيات متقدم استخدموا فيه مفهوم الصفر قبل ما يستخدمه كثير من الحضارات الأخرى. أهراماتهم مثل أهرامات شينشن إيتيزا الشهيرة ما كانت بس مباني، كانت مراصد فلكية دقيقة مبنية بحيث ضوء الشمس ينعكس عليها بطريقة معينة بأيام محدودة بالسنة، مثل الانقلاب الشتوي والصيفي. هذا المستوى من الدقة الهندسية والفلكية يصعب نتخيله لحضارة عمرها آلاف السنوات. المسلسل يستخدم هذا الإرث الحضاري العظيم كديكور لمغامرة أطفال، بينما الحقيقة أنه هاي الحضارة وحضارة الألانكا بعدها دمرت بالكامل تقريبا خلال عقود قليلة بعد وصول الأوروبيين، ومعاها ضاع كم
هائل من المعرفة والمخطوطات والتاريخ المكتوب، وأحرق المستعمرون عمدا. وهنا تجي الصدمة الأكبر. من وصل الأسبان فعليا لإمبراطورية ألانكا بقيادة فرانسيسكو بيزاروا، صارت واحدة من أبشع حوادث التاريخ. فرانسيسكو قبض على الإمبراطور الحقيقي للألانكا واسمه أتاهولبا، وطلب منه فدية مقابل إطلاق سراحه، غرفة كاملة مليانة ذهب للسقف وغرفتين مليانين فضة. شعب الألانكا فعلا جابوا هذا الكنز الأسطوري، أكبر فدية بتاريخ البشرية. بس بعد ما الأسبان أخذوا كل الذهب أعدموا أتاهولبا وخانوا الاتفاق بالكامل، وبعدها الإمبراطورية اللي عدد سكانها يتجاوز الملايين انهارت خلال سنوات قليلة. والسبب الأكبر ما كان الحروب الكثيرة، كان الأمراض اللي جابها الأوروبيين معاهم مثل الجدري، وما كان عند السكان الأصليين أي مناعة ضد هذا المرض. مدن كاملة انمحت من الوجود. المسلسل عن طريق شخصية مندوزا يلمح لجشع الأسبان بس بطريقة مخففة جدا، يظهر كشرير يبحث عن كنز مثل أي كرتون مغامرات عادي، مو كممثل لنظام استعماري قتل حضارات بأكملها وخان وعوده حتى بعد ما حصل على كل اللي يريده. المسلسل من عرضوه في فرنسا واليابان أواخر الثمانينيات حقق نجاح كبير، وصار من الأعمال المحبوبة اللي يتذكرها جيل كامل خصوصا بفرنسا، وبعدها تحول لشبه ظاهرة بسبب دمجه بين المغامرات والتعليم التاريخي والجغرافي بطريقة جذابة. بس هذا النجاح الكبير بفرنسا تحديدا استمر تأثير المسلسل لعقود، وهذا اللي فسر لاحقا قرار إنتاج موسم ثاني بعد كل هاي السنوات، شيء نادر جدا لمسلسل كرتوني قديم. اكو معلومة ما يعرفها اغلب الجمهور العربي، المسلسل ما انتهى بالموسم الاول، وتم اصدار موسم ثاني كامل بين سنة 2012 وسنة 2021، انتاج فرنسي بلجيكي بالكامل هاي المرة بدون مشاركة يابانية، بقيادة مخرج جديد ومعاه فريق كتابة مختلفة. هذا الموسم يكمل قصة ستيبان وزيا وتاو برحلات جديدة مع شخصيات إضافية وعوالم جديدة يكتشفونها، ويحافظ على نفس روح المغامرة والألغاز التاريخية بس بجودة رسوم محدثة تماما تناسب الجيل الحديث. المشكلة هذا الموسم ما وصل للعالم العربي بنفس الانتشار اللي وصل به الموسم الأول، وما انعرض بنفس الزخم على القنوات العربية، والنتيجة أغلب جيلنا اللي كبروا مع أحلام الفتى الذهبي بالتسعينيات ما يعرفون أصلا أنه فيه استمرار لقصة ستيبان وأصدقائه بعد كل هاي السنوات. فهسه لما تسمعون أغنية أحلام الفتى الذهبي تعرفون أنها مو بس أغنية حنين للطفولة، إنما بوابة لواحدة من أعظم وأقسى قصص التاريخ البشرية، قصة إمبراطورية كاملة دفعت أكبر فدية بالتاريخ وانخانت بالنهاية وانمحت من الوجود. هم كنتوا تتوقعون أن قصة أحلام الفتى الذهبي كانت حقيقية وبهذا العمق؟ إذا تحبون نعمل جزء ثاني للموسم الثاني اكتبوا لي بالتعليقات، ولا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة.